واحنا النهارده موجودين على سفحة النيل العظيم في المكان اللي يستمتع بيه اي واحد مارس رياضة التجديف. يعني عايز افتكر ان المنطقة دي اتفرج على فيلم عبد الحليم حافظ وكان بيتلعب السبق، فعلا كان بيجي من عند كوبري الجامعة ويجي لغاية النادي المصري هنا. السبق ده حاجات تاريخية بنسعد لما نشوفها، لكن جزء تاريخي مهم جدا. أنا قاعد النهاردة مع عمالقة نادي المقاولون العرب، كابتننا الكبير كابتن سامي عبد الفتاح. وعايز أقول إيه، واحد من اللي بيشجعوني بشكل كبير جدا على صفحة محبي التأديف، وتشعر فعلا انه اذا كان هو الجيل الاول للمقاولون العرب اللي شاف امجاد كبيرة جدا، فهو حاليا تقدر تقول حزين على الشكل العام اللي فيه التجديف المصري. لكن نخرج من عالم الحزن ونتذكر معاه بداياته مع هذه اللعبة وليه لعب تأديف. كابتن سامي، تحياتي لك. اهلا بيك يا كابتن علاء، ومشرفنا في القاهرة، واحنا سعداء بحضرتك جدا. وطبعا يعني انت من علامة من علامات التأديف في اسكندرية وبل في مصر كلها، ومعلق ناجح. وبنستمتع فعلا واخر استمتاع لما كنت بتذيع بطولة العالمين لتأديف الشواطئ. واهلا بيك في القاهرة وفي النادي المصري. طبعا النادي المصري ده ليه عندي تاريخ وذكريات كتيرة جدا، ممكن لما تسجل معايا احكي لك، لكن انا عايز اعرف التاريخ منك انت. كابتن سامي، احنا بنبدأ كلامنا عن بداياتكم كمقاولون العرب. اكيد كانت البداية انتم يعني ايه، عايز اقول ايه، ما كنتوش تتوقعوا ان المقاولون العرب ده هيبقى حاجة كبيرة قوي، لكن يشاء السميع العليم ان هيذكر في التاريخ انه انتم الجيل اللي حطيتوا اللبنة الاولى عشان النادي ده يبقى اعظم نادي تجديف في الشرق الاوسط. الحمد لله، احنا كنا بقورة المجموعة اللي بدأنا في المقاولين العرب. كنا 4 ناشئين، معنا برير او 2 برير. كنت انا ومجدي عباس وجورج سقراط والسفير ياسر رضا، سفير مصر وقطر، ونبيل اخويا الله يرحمه كان الدفة، وعمرو رجائي كان بيبدلوا مع بعض معانا، اللي هو عمرو رجائي مدرب منتخب مصر. واحنا بدينا في نادي الجامعة، كنا بنتمرن في نادي الجامعة، وكان لسه النادي المقاولين مفيش نادي مقاولين. نادي الجامعة اللي احنا ظاهر في الصورة وراك اللي هو في ظهري ده، واخد بالك. وكنا بنروح لما ادونا خصصوا لنا الارض، كنا بنروح نشيل الحجارة مع العمال لحد لما عملوا لنا جراج، جابوا لنا طقم مراكب وعملوا لنا اوضه ناخد دش فيها بعد التمرين، وجابوا لنا اباقيب خشب في الحمامات، واخد بال حضرتك، واخد بالك. بس كنا حاسين بمتعه ان احنا بنعمل حاجه، كنا بنعشق اللعبه. يعني انا كنت بلعب كوره في نادي الاسماعيلي مع عماد سليمان لما كان الاسماعيلي بيلعب هنا في القاهره، وكنا بنلعب منتخب مدارس انا مركز شباب الجزيره. مركز شباب الجزيره لما كان عماد سليمان معايا في المدرسه، وكنا بنلعب، واخد بالك. وجيت انا سبت الكوره عشان خاطر التأديف، واخد بالك، من عشق للعبه، بعشق النيل، واخد بال حضرتك. احنا عاوزين نبقى، يعني اقول لك ايه، احنا بنعشق لعبتنا وبنحب لعبتنا واحنا كلاعيبه كنا 4 كنا بناكل مع بعض، بننام مع بعض، نقوم مع بعض، كان حياتنا كلها مع بعض، واخد بالك. ما كانش حد بيزعل من حد، ما كانش حد بيغضب من حد، ما كانش حد يعني جورج سقراط وسطنا كان بيصوم معانا في رمضان. يا ابني افطر، انت مالكش دعوه بينا،
كنا قلنا له اقرا لنا الفاتحه، واخد بال حضرتك؟ يعني كان ليه مواقف جميله، وكان في مواقف وذكريات حلوه كنا بنعملها كلنا مع بعض، واخد بال حضرتك؟ فالحمد لله رب العالمين ما زالت علاقتنا من سنه 72 واحنا مرتبطين ببعض. جورج مساعد كان مستشار وزير النقل، وهو من الناس اللي حطوا خطه الكمبيوتر في سكك حديد مصر. سفير ياسر رضا، سفير مصر في واشنطن. مجدي عباس من الناس الجميله الطيور المهاجره اللي شرفتنا في امريكا. انا في مكان ما في مصر هنا في شغلي، واخد بال حضرتك؟ علاقتنا ما اتقطعتش ببعض، على اتصال ببعض مباشر. حد تعبان فينا يعني في علاقات طيبه بينا وبين بعض. وحتى استقبلنا الاجيال اللي جت بعدينا، استقبلناهم بحب. يعني جالنا من انديه تانية، وجالنا لعيبه تانية، وجبنا زمايلنا من المدارس عشان نكون فرقه، نعمل نادي المقاولين. وفعلا احنا يعتبر احنا اول ناس اسسنا نادي المقاولين، ما كانش في حاجه اسمها نادي المقاولين. وكان وراء عندنا مدرب جميل اسمه عباس خميس، وكان عندنا اداري رائع اسمه كابتن الناظم عبد المنعم، وكان كل ده تحت قياده المعلم عثمان احمد عثمان، وحسين بيه عثمان، ووديد بيرز الله، والعميد شاهين. يعني انا فاكر لما كنت بلعب بطوله في اسكندريه في اسماعيليه، وانا كان شعري طويل، كنا مربين شعرنا، فقال لي لو ما كسبتش هحلق لك شعرك. وقعدت قلت له كسبت. كانوا يجيبوا لنا كل حاجه، ما كانوش عايشين عننا حاجه، كانوا هم بيدعمونا، واحنا ما كناش بنتاخر، كنا بنموت نفسنا في التمرين، كنا بنبقى صايمين وبنتمرن في عز الظهر. يعني الساعه 3 الظهر 4 الظهر كنا بننزل نتمرن، واخد بالك؟ بتمرن بره جري وسويدي وحديد، وبعدين بعد كده ننزل ميه. وجت بعدين اجيال بقى، واخد بالك؟ سلمناهم الرايه، وهم ما شاء الله كتبوا تاريخ، ومن تاريخ من جيل لجيل، كل جيل بيسلم جيل، كل جيل بيسلم جيل، واخد بال حضرتك؟ فالحمد لله رب العالمين احنا يعتبر يعني ايه يعني الناس اول ناس في المقاولين. وبنتمنى ان نفضل اللعبه ترجع تاني يعني لاعب بطوله جمهوريه مدارس، غير البطولات العاديه اللي هي بتاعت القاهره واسكندريه واسماعيليه والجمهوريه ومش عارف ايه والكلام ده كله. كان في بطوله الجمهوريه مدارس، لعبت بطوله الجامعات، لعبت قوات مسلحه لما دخلت الجيش، خدت بطوله قوات مسلحه، واخد بال حضرتك؟ شركات، يعني كذا حاجه. فلما بيصعب على الواحد لما يلاقي ان التأديب ما حدش يسمع عنه حاجه. كان في دايما الجرايد تكتب عننا، التلفزيون يجي يسجل سباق نيل دولي، يسجل بطوله جمهوريه. الكلام ده اتمنع مره واحده، التجديد انطفى مره واحده. انا ما اعرفش، رغم ان النيل ده استفاده منه، ده انت ممكن في الصيف في الشتاء تستضيف دول بتاعت اوروبا اللي هي فيها بيبقى عندهم الانهار مجمده، تستضيفهم عندك، يجوا يلعبوا عندك، واخد بالك؟ وهم في الصيف ياخدوك عندهم استضافه، واخد بالك؟ وبتعمل احتكاك بين الانديه ديت، واخد بالك؟ والفرق ديت، وبترفع مستوى لعبتك ومستوى الفرق بتاعتك، ويبقى عندك منتخب قوي، واخد بالك؟ هتقدر تمثل مصر في مجالات كتيره. مش النهارده نبص نلاقي بلد زي الجزائر وتونس يعني مش تقليلا منهم، وفلسطين يضربوا منتخب مصر. طب ازاي الكلام ده بيحصل يا جماعه؟ ده احنا الرياده، احنا الرياده. ايه اللي حصل للعبه؟ ايه فين اللعيبه انقرضت؟ مصر ولاده طول عمرها يا دكتور علاء. اكيد في حاجه غلط، ولازم يحصل تعديل وتغيير، ولازم اللي يبقى مسؤول عن التأديب يبقى ايده شلب الدم، ايده اتقطعت في المقداب. مش اي واحد جاي يمسكوه مسؤول عن الاتحاد وهو عمره ما مسك مقداب ولا يعرف حاجه عن التأديب. دي مهزله يا دكتور علاء، مهزله. طيب تفتكر ايه اللي ممكن يحصل؟ عشان ما هو انت العمليه دي اداريه، والله دي سبق الاوانها. احنا بنحضر حاجه انا واللعيبه القديمه كلها، اللي بيغير على لعبته، واخد بالك؟ هينضم للمجموعه اللي انا بكونها انا
والكابتن مجدي والكابتن جورج واللعيبه اللي قدام زي واحد زي كابتن عاطف الورداني لاعب منتخب مصر والمقاولين العرب، الجيل اللي جالنا جا بعدينا بجيلين، واخد بال حضرتك، وحسين رزق والناس القديمه، الناس اللي ايديها اتقطعت وطفحوا الدم وهم بيجروا سباقات، واخد بالك. هنشوف حل للموضوع ده مع الاتحاد ومع اللجنه الاولمبيه ومع الاتحاد، هنشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين، عشان احنا النهارده بقينا في مهزله وما ينفعش ان احنا نوصل للمرحله دي. ده النيل ده سياحه ورياضه وكل حاجه حياتنا. يعني احنا لو قعدنا سنتين 3 كمان هتنقرض. سنتين كمان هتنقرض، مش هتلاقي واحد يمسك ميدان. والمحسوبيات يعني هتدخلني بقى في سياسه كبيره كده. عموما انا مش عايز اغير دمك، لانك بدات تتعصب لما بدات ما بيصعب عليا لعبتي اللي انا بعشقها، اللي بقاني 50 سنه، اكتر من 50 سنه، واخد بالك، اكتر من 50 سنه، ومرتبطين ببعض باكتر من 50 سنه. ده احنا بنشوف بعض في المناسبات، لدرجه ان انا ابتديت اجمعهم بقى مجموعات كل اسبوعين 3، اعمل تجمع يا جماعه تعالوا نشوف بعض. النهارده احنا بنشوف بعض، بكره يا عالم مين هينقص مينا ومين هيزيد فينا، واخد بال حضرتك. فاحنا النهارده عاوزين نحيي لعبتنا، نحيي الحاجه اللي احنا بنعشقها اللي احنا بنحبها. النادي كنا بنلعب في المقاولين ونيجي بعد التمرين نيجي نقعد مع النادي المصري، نقعد مع لعيبه النادي المصري، نقعد مع لعيبه نادي الجامعه، واخد بالك، نقعد نهزر مع لعيبه نادي الشرطه. النهارده علاقتي مرتبطه بلعيبه اسماعيليه لحد النهارده، ولا بيكو في اسكندريه لحد النهارده، ميمي سيم على اتصال بيه. لما اسماعيل كان عيان الله يرحمه، اسماعيل عبد الفتاح اللي هو لاعب هيئه القناه، كنت بتصل عليه واطمن عليه، واخد بال حضرتك، الله يرحمه. فيعني انا بنتكلم بحب، احنا لا واقفين ضد حد ولا بنكره حد، احنا عاوزين انت مسؤول عن التأديف، لعيب تأديف يبقى فاهم، يبقى عندك نخوه اللعيب التأديف. فانا دكتور علاء يعني انا مش بتعصب، انا صعبان عليا لعبتي اللي انا بعشقها. ده انا النهارده لو واقف بتفرج على سبق جسمي بيتحرك مع الكادنس بتاع المركب اللي ماشيه قصادي من عشق في اللعبه. ربنا يعينكم ان شاء الله. يعني احنا مالناش مصلحه ولا لينا اي حاجه ولا بنسترزق من التأليف، بل بالعكس احنا ادينا كل حاجه عندنا. فاحنا بنتمنى ان المسؤولين عن الرياضه يصححوا موضوع الاتحادات دي، تلعب اللعبه يبقى انت مسؤول عنها عشان تحاسبني. لما تحاسبني ازاي وانت ما تعرفش حاجه عنها؟ هتجيب نتيجه ازاي وانت ما تعرفش يعني ايه التأديف، يعني ايه ميدان، وتبقى مسؤول عني وتمثلني ازاي؟ فدي حاجات انا دخلت في مواضيع واخد بالك ما يصحش ان انا اتكلم فيها، بس لازم الحق ان انا اتكلم، محدش هيحجر عليا ان انا اتكلم. حقك يا كابتن وحقنا كلنا ان احنا ندور على لعبتنا اللي بنجري عليها. انا ومجدي وجورج ونبيل وياسر وكنا احنا بقوره المقاولين. اي حد جه بعدينا بعد كده اهلا وسهلا، اللي عنده كلام غير كده يطلع يقول. احنا اول ناس طفحنا الدم في النادي ده، كنا بنشيل حجاره مع العمال اللي كانوا عشان خاطر نعمل مكان نحط فيه المراكب ونقعد فيه. والحمد لله رب العالمين لحد النهارده اكتر من 50 سنه، والحمد لله اي لعيب في مصر كلها بتاعتها دي عارف مين سامي، مين جورج، مين مجدي، مين ياسر، مين نبيل الله يرحمه، مين عمرو جاي، يعني طبعا اسماء اعلام كده يعني. اتمنى لك الصحه. وكم لعيب من عندنا مسكوا منتخب مصر. محمد عبد السميع مسك مدرب منتخب مصر، حسين رزق درب منتخب مصر، كابتن محمد طه مدرب منتخب مصر الحالي. كل دول واخد بالك من ولاد المقاولين. كل دول من ولاد المقاولين. يعني المقاولين كان غير انه بيطلع لعيبه، بيطلع مدربين وناس على مستوى، واخد بالك، بيطلع لعيبه وبيطلع مدربين على مستوى بيمسكهم منتخبات. النهارده عمرو رجاء المكتشف علي ابراهيم يعتبر من اساطير التأديب في مصر، الله يرحمه. الله يرحمه. واخد بال حضرتك؟ ايه اللي ناقصنا؟ ناقصنا ايه؟
ناقصنا يعني نكون مخلصين لبعض ومخلصين ونبطل بقى موضوع بقى ده مع مين وده على مين وده مش عارف ايه، وشغل بقى كل واحد ماسك كرسي مش عاوز يسيبه وده مش عارف ايه. لا، نبطل بقى الحاجات دي. نحط دماغنا كلنا هدفنا واحد، ان احنا نلعب، نحب لعبتنا، واخد بالك، ننجح لعبتنا ازاي. ده بقى مع زيد، ده مع زيد، ده ما يلزمناش. يلزمنا لعبتنا، يلزمنا حبنا للعبتنا وحبنا لبعض. النهارده مجدي عباس اهوت، وجورج قاعد جنبه اهوت، واخد بالك، وعاطف اهو جنبه، واخد بالك. عمرنا ما يعني اي حد عنده ظرف ما بنتاخرش عن بعض في اي حاجه. في مواقف بينا وبين بعض ما حدش يعرفها. لو واحد في موقف معين ما بنتاخرش عن بعض. ربنا يديكوا الصحه يا كابتن. واخد بالك، اكتر من 50 سنه علاقتنا ما اتقطعتش ببعض. ربنا يديكوا ولو الصحه. قعدنا فتره غايبين كل واحد في ناحيه وفي ناحيه، بس لما بنتقابل بنلتقي خلاص مش كل واحد يقول لك ايه يا عم خلاص سيبك منه، لا ده انا مش فاضي، لا مفيش كلام من ده. لاعب التأديب بالذات بيعشقوا بعض والكبير بيحترم الصغير. اللعيب الكبير بيحترم اللعيب الصغير، والصغير بالتالي بيحترم الكبير. اما الايام دي في لعيبه طالعه، معلش لا مؤاخذه يعني، في لعيبه طالعه مش عارف دول طلعوا ازاي ولا دخلوا منتخبات ازاي ولا والمنتخبات بقت مكتوبه باسامي ناس معينه. ده مهزله 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 يا دكتور علاء.